صباح الخير. أحمد صدقي ملحن كبير، ليه أعمال مشهورة: شادية، فايزة أحمد، عبد الحليم حافظ. لكنه مش محمد الموجي، مش كمال الطويل، مش بليغ حمدي. حسين طنطاوي شاعر، ليه أغاني. أول أغنية عملها عالدوار بتاعت ثورة 52، وكانت مشهورة يعني اقترن بمحمد قنديل. وعنده حاجات بقى من مختارات الإذاعة. أنا اللي بقصده إن متواجد جميل زي الفل، مفيش مشكلة، بس مش حسين السيد، مش أحمد رامي، مش مرسي جميل عزيز، مش مأمون الشناوي، مش عبد الفتاح مصطفى، مش علي مهدي، مش إسماعيل الحبروك. محمد قنديل. محمد قنديل من أعزب وأجمل المطربين اللي أنا شخصيا بحبهم، وأي حد عنده ذوق لازم يحب محمد قنديل. أغنية اسمها سماح، يهل السماح، لوم الهوى جارح، أصل السماح طبع الملاح، يا بخت من سامح. كتر الملامة عليا والله ما خلت فيا، والعين شكت لدموعها. صبحت وحدي وياما سمعت منكم ملامة، انسوا اللي فات وانقضى مدام زمانه قضى، نظرة بعين الرضا داووا الجراح، وانسوا اللي راح، يا بخت من سامح. كلام حلو وكلام لذيذ، لكنه مش الكلام القوي اللي فيه معاني تخلينا نتشقلط لكن ايه الافيه بتاع سماح حلو. سماح زي حلو صبح يا حلو طل. ال 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 الجمل، في جمل بتعلق مش عشان هي جمل يعني عبقرية وما حصلتش، لكن هي في سياقها جمل جميلة. طب وانت بقى يا عم ناصر عامل لي فيها قاسم السماوي وعمال ابدا. انا اغنية جميلة، واغنية بحبها، واغنية في سياقها اغنية رائعة، لكن انا مش هي جت بالصدفة على ان التلاتة ناس مجيدين، لكن انتاج قليل ومش عامل. يعني مثلا محمد قنديل اغانيه كتيرة، واغانيه روعة كتيرة، واغانيه مشكلة حقيقي مشكلة، بس جه الولد العفريت عبد الحليم حافظ بسهوكته وبصوته وبعبقريته طبعا، وبذكائه الغير مسبوق في تاريخ الغناء. يعني حتى عدى محمد عبد الوهاب. معلش، لان محمد عبد الوهاب كان احد الاطراف اللي كانت بتدفع عبد الحليم للصفوف الاولى طبعا، علشان طبعا يلاقي اكل عيش مع الالحان بتاعته طبعا. باختصار، الفن العظيم والفن الجيد حتى لو ما كانش مشهور قوي، بيجي وقت عليه انه بيقول ان مصر الجميلة محلوة وهتفضل محلوة، وان الفن العظيم هو اعظم واقوى رسالة للتخلف والتطرف ووجع القلب وقلة الحيلة ومصر هتفضل عظيمة بفنها العظيم اللي واقف زيه زي الأهرامات وماشي زي النيل. صباح الفل.